السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ويلا بينا نبدأ. بصوا بقى يا بنات، ده هنعمل صينية عظمة. هنجيب الصينية بتاعتنا دي ونحط فيها حبة زيت، ونجيب البصلية الكبيرة دي ونقطعها زي ما انتم شايفين، يبقى بصلية كبيرة وحبة زيت. وكمان حاجة اختياري، يعني انت عايزة تعملي ربع معلقة سمنة، عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة تحطيها براحتك. تمام كده، هي اصلا وافضل واحسن بالزيت، بس انا بحطها عشان نطعمها شوية. خلاص يا بنات، هنفضل بقى نشوح في البصلاية دي بقى يمين وشمال، وادي ربع معلقة السمنة اللي انا قلت لكم عليها. وبعد كده يا بنات عندنا قرنين فلفل اخضر، حامي بقى بارد زي ما تحبي، وهننزل بيهم على البصلاية، وهنديها برضو تشويحة كمان بتاع دقيقتين كده، نفضل نشوح فيهم كويس قوي. البصلاية مش عايزينها محمرة قوي، يعني عايزينها بس ندبلها وتاخد اللون الاصفر الخفيف ده خالص. تمام كده. عندنا الطماطمايه دي هنقطعها. بصوا الاكله دي عايزه تقطعي كميه الطماطم بتاعي، احنا بنحط لها 3 طماطميات بس، اللي هو على نص كيلو كبده الفراخ 3 حبات طماطم. واحده بنقطعها زي السلطه، واتنين بنضربهم في الخلاط. عايزه تضربيهم التلاته في الخلاط يمشي ينفع. عايزه تقطعيهم التلاته زي السلطه برضو تحفه وينفع ويمشي. الاكله دي تنفع كبد وقوانص تنفع، بس بنحط القوانص قبل الكبده وقبل البصل وقبل اي حاجه، بنحطها في ربع كوبايه ميه، نسيبها تشرب المَيّة خالص، وبعد كده بننزل عليها بالبصل والفلفل والخطوات دي، وإحنا هنعملها برضه إن شاء الله قريب مع بعض. تمام كده. هنفضل بقى نشوّح في البصلاية بتاعتنا كده زي ما أنتم شايفين. طبعًا دي كبدة فراخ شطفتها حلو وقطّعتها، وبعد كده يا بنات حطيتها في مصفى، وعصرت عليها ليمون ونقطة خل، وسِبتها تتصفى مع نفسها كده، وما رضيتش أشطفها تاني، ورُحت نازلة بيها إيه، على البصل والفلفل زي ما أنتم شايفين. وتفضلي بقى تقلبي فيها لغاية لما تنزل ميتها وتشرب المية بتاعتها تاني وتنشف تماما. تمام كده. واحنا بنعمل كده بقى هنحضر ايه بقى؟ هنحضر فلفل اسود، كمون، كزبرة، وجوز الطيب. يعني عايزة اديها بشرة جوز الطيب، بتخليها تحفة. بجد بتخليها تحفة، وريحتها تحفة، وطعمها تحفة. الصينية دي خفيفة ومفيدة وسريعة وتحفة، ما اقولكيش يعني بتبقى طعمها رهيب، وجربي ومش هتندمي. هنحط البهارات بتاعتنا على الكبدة برضو، واحنا ايه، بنشوحها وايدينا في الكبدة واحنا بنقلب. الكبدة دي تنفع مثلا بالكبدة التانية العادية بتاعتنا، مش كبدة فراخ، تنفع. بس لو انت بتجيبي لما تجيبيها من الراجل قولي له عايزاها قطع كبيرة، ما تجيبيش القطع الصغيرة، او خليه يقطعها لك كبيرة شوية. بس ادي بشرة جوز الطيب، وحطينا كل البهارات بتاعتنا يا بنات، وهنفضل برضو نقلب فيها زي ما انتوا عارفين كده، او زي ما انتوا شايفين كده. نحط الطماطمية بتاعتنا اللي زي السلطة دي برضو، ونديها تقليبة كمان. ريحتها يا بنات تحفة، ريحتها جميلة وطعمها تحفة. ادي الطماطمتين اللي انا قلت لكم عليهم مع الطماطمية السلطة دي، وهنقلبها كويس. ونسيت اقول لكم على حاجة، في معلقة توم، نص معلقة التوم دي في الاول مع البصلاية والفلفل والكبدة، والنص التاني حطيتها على الطماطم. تمام كده. نفضل بقى نقلب فيها، دي معلقة بابريكا، وهنفضل بقى نقلب فيها نقلب فيها زي ما انتم شايفين كده، تاخد لها غلوتين، وبعد كده يا بنات بدخلها الفرن. اهي خلاص كده هي خلصت، انا دخلتها الفرن. وهاجي الم مطرح بقى ايه ما عملنا كده وكركبنا الدنيا. بصوا بقى يا بنات، الاكله دي عايز تعملي جنبها رز ابيض شغال، عايزه يكون عندك مثلا مكرونه او هتعملي لها مكرونه برضو بتبقى تحفه وجميله. احنا النهارده اكلناها، كان عندنا ايه، كان عندنا بطاطس مسلوقه، وعندي كوسه بالخل والثوم، وعملت طماطم اللي هي بدقه الثوم دي، سلطة طماطم بدقة التوم، وكان في ايه كمان، وفلفل مقلي. المهم النهارده كانت الاكله جباره. بصوا بعد ما طلعت من الفرن وهي ناشفه كده وتحفه، عايزه انت طبعا تسيبيها ما تنشفيهاش قوي كده برضو براحتك، عايزه تزودي الكميه الطماطم البصل كله براحتك، بس بجد جربي ومش هتندمي، هتدعي لي. يا رب يا بنات يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.